لن نتجاوز حدودنا بالزعم بأننا نحن الذين نبتدأ بالأسلوب والنظام العلمي مجددا، لكني عملت في كل المواضيع التي حاولت تناولها على الإشارة إلى وجود بعض الأمور التي تجري في مسار خاطئ، والتنويه إلى أن السبب في ذلك ذو منبع فكري، وأشدد بأهمية بالغة على عدم النظر إلى محاولات في التأويل والتطبيق وكأنها تأسيس لنظام جديد بديل من الجذور، ولا رؤيتها على أنها تفنيد كامل النهليستية العدمية لما انتقدته. وفي نهاية المآل فمن المهم انتقاد الحداثة الرأسمالية المتسببة بالبلايين من المآسي والحوادث المشابهة لوضع المجازر والإبادات العرقية والحروب التي لا تحصى، وأخص بالذكر ضرورة شرح جميع العوامل التي ينبغي اعتبارها المسؤولة الأولى عن المرحلة الأكثر ظلما ومأساوية، والتي يمر بها تاريخ الشعب والمنطقة اللذين ننتمي إليهما، فشرحها بجدارة وبما يليق بالشعب والمنطقة يعد من أبسط الشروط لأن يكون المرء متنورا. إلى جانب ذلك فمن الطبيعي أن تكون مهمتي الأساسية متأطرة فيما ذكرته من تساؤلات وفي كيفية الرد عليها، باعتباري أحاكم كزعيم لتنظيم هو الأوسع نطاقا والأكثر تأثيرا. فإذا كان القمع والاستغلال والاضطهاد والصهر والأزمات في مكان وزمان ما عميقا، وإذا كانت الحياة تمضي متخبطة في الذل والهوان بما يفوق الموت ذاته، فأعتقد أنه لا حيلة لنا حينها إلا بتناول الأمور بمقاربة فكرية جذرية، وسأسلك هذه المقاربة في تناول المواضيع اللاحقة. الفصل الثاني: المصادر الأولية للمدنية. سنسعى في هذا الفصل لسرد وتفسير المؤثرات الأساسية التي مهدت لظهور المدنية الراهنة بأبعادها التاريخية والجغرافية، فقد أصبحنا نعي أن السبيل لمعرفة مجتمع ما تمر من معرفة ظروفه وشروطه التاريخية والجغرافية. يقدر اليوم تاريخ بدء انقطاع الإنسان عن الثدييات البدائية وحتى الثورة الزراعية بحوالي 7 ملايين عام. المكان هو خط الأخدود الكبير في أفريقيا الشرقية. تتأكد صحة هذه الأطروحة حالياً سواء عبر البقايا الأثرية أو عبر التواجد الكثيف لأنواع قريبة من الإنسان في هذه المنطقة. ورغم عدم اليقين من معرفة ما إذا كان هذا الانقطاع حصل بالتغيير الإحيائي المفاجئ أم بالتطور التدريجي، إلا أن هذا الأمر غير مهم بالنسبة لموضوعنا الحالي. من المزايا الإيجابية لنوعنا البشري الجديد نظام الحنجرة الذي يساعد على إخراج أشكال مختلفة من الأصوات ووسع القطر الدماغي، إن تواجد البراري والغابات من جهة والبحيرات المائية من جهة ثانية يشكل عاملاً استراتيجياً في الأخدود الكبير بأفريقيا الشرقية. لضمان أمان هذا النوع البشري يمكن تصور مسألة دنوه من الإنسان المشعر الحالي ارتباطاً بلجوئه مدة طويلة إلى جوار البحيرات على وجه الخصوص، وفقدانه بالتالي وبره الحيواني، إلى جانب ملائمة الطقوس المناخية لأبعد الحدود. المزية الإيجابية الأخرى للأخدود الكبير هي أنه يشكل طريقاً طبيعية تمتد إلى سلسلة جبال طوروس لدى تتبع الوادي نفسه والسواحل نفسها، وهي الطريق نفسها التي تشكل خط الانكسار وخط الوصل والفصل بين القارتين الأساسيتين آسيا وأفريقيا في الآن عينه. يعتقد أن الإنسان بقي في الوادي المتصدع الكبير لملايين السنين على شكل جلانات. بالمقدور القول أن الهجرات صوب أعماق أفريقيا كانت متواصلة، في حين تؤكد العديد من المعطيات أن الانتشار الأساسي نحو أرجاء المعمورة قد تحقق في الخط الشمالي من الأخدود. يخمن أن أنواعاً بشرية جمة انتشرت من نفس الطريق إلى حين ظهور الهومو سبايناس الإنسان العاقل، ولم يعثر إلى الآن على تكون أنواع شبيهة بالإنسان في أي بقعة أخرى من العالم، حيث أن جميع الأنواع المكتشفة ذات منشأ شرق أفريقي. وقد عثر في المناطق الأخرى من العالم على مستحثات جمة تعود إلى 1,000,000 سنة على الأقل، ويجمع على انتشار شتى الأنواع إلى كافة أنحاء المعمورة حتى قبل العصر الجليدي الرابع.